أنا سارة، مخطوبة لتامر بقالي 3 سنين، وتامر مسافر يشتغل في دولة أوروبية عشان يجهز شقتنا. كان بيكلمني كل يوم فيديو كول ويوريني صور الشغل وصور الشقة اللي بيفرشها لي لينا، وكنت شايفة بعيني العفش الغالي والذوق العالي. كنت ببعت له كل مليم بحوشه من شغلي هنا عشان يكمل تمن الشقة ويكتبها باسمنا إحنا الاتنين زي ما اتفقنا. كان دايما يقولي انت شريكة حياتي يا سارة، وكل تعبي ده عشانك. وفي ليلة تامر نسي يقفل الكاميرا بعد ما خلصنا كلام، وبعت لي لينك بالخطأ كان فاكر انه بيبعته لواحد صاحبه. فتحت اللينك ولقيت صدمة عمري. اللينك كان بيفتح كاميرات مراقبة في فيلا فخمة جدا، والشخص اللي كان بيتحرك في الفيلا هو تامر، بس ما كانش لوحده، كان معاه ست تانية، وكانوا بيضحكوا وهم بيشيلوا الستارة اللي كان تامر دايما بيحطها وراه وهو بيكلمني عشان ما يبينش باقي المكان. اكتشفت ان الشقة اللي كان بيوريها لي هي فيلا الست دي، وتامر ما كانش مهندس ولا شغال شغلانة مرموقة. تامر كان نصاب ومسجل خطر وهربان من مصر، وكان بيمثل عليا الحب عشان يلم مني فلوس تحويشة عمري ويصرفها على نزواته بره. والست اللي معاه كانت شريكته في عمليات النصب دي، وبتاخد نصيبها من كل تحويل ببعته. والأبشع لقيت ملف على جهازه فيه صور لبنات كتير غيري كان بيعمل معاهم نفس اللعبة بالظبط. فضلت هادية وما بينتش إني عرفت حاجة، وكلمت خالتي اللي عايشة في نفس البلد وسألتها عن العنوان اللي في اللينك. خالتي راحت هناك وتأكدت إن الفيلا دي متأجرة مفروش لمدة شهر بس، وتامر كان بيخطط يهرب لبلد تانية بمجرد ما بعتله آخر دفعة من تمن الشقة المزعومة. عملت له فخ، قلت له إني ورثت مبلغ كبير وعايزة أبعته له كاش مع حد معرفة هيقابله في المطار. تامر طمع وجري على المطار عشان يقابل المرسال، وهناك لقى الانتربول مستنيه ببلاغ رسمي مني ومن كذا ضحية تانية قدرت أوصل لهم وأقنعهم يبلغوا معايا. تامر وقع من طوله لما شافني لايف على شاشة المطار وأنا بقوله الشاشة اللي كنت بتخدعني بيها هي اللي فضحتك يا تامر. اتقبض عليه وترحل لمصر، وفلوسي رجعت لي بعد تعب، وعرفت إن الحب عن بعد ساعات بيكون مجرد فلتر بيخبي وراه وشوش بشعة، وإن اللي بيحبك بجد هيبني معاك طوبة طوبة قدام عينيك مش ورا ستارة سودة. دي كانت حدوتة النهاردة في قناة حدوتة. أشوفكم في حدوتة جديدة، وسلام.